السلام عليكم. في البدايه كده هارد لك للنادي الاهلي ومبروك نادي الزمالك. وايوه انا مش عايز اقول لك مبروك، ده كلام روتيني يعني اللي هو مشي الدنيا. انا مش هكون حابب ان انا اقول لك مبروك وبالذات لما اكون كسبان انا يعني، فهو مشي الدنيا. مبدئيا عايزكم برضو تعذروني لو انفعلت على مدار الحلقه، عشان كان في حاجه حصلت او كذا حاجه حصلت من النادي الاهلي كان فيها تخرج الواحد عن شعوره. هنتكلم عن كل حاجه في الماتش بعيدا عن الكوره، لان اصلا الماتش ما تلعبش فيه كوره يعني دي مش كوره الواحد ممكن نتكلم عنها. هنتكلم عن فنيات كانت المفروض تحصل، هنتكلم عن صفقات ما تمتش، هنتكلم عن ضربة الجزاء اللي انتوا كجمهور نادي الزمالك بتقولوا ظلم. انا مش فاهم هي فين ظلم، معلش. واللقطة دي وضحت ان في فعلا بيقول كتير قوي قوي من جماهير نادي الزمالك للاسف يعني، او مع اسف في الكلمة، ما بتفهمش كورة. بتشجع بس عشان بيقول لك ده جمهور الزمالك اكتر جمهور بيفهم كورة في مصر ومش عارف ايه. فانا بتكلم عن النقطه دي، يعني نقطه ضربه الجزاء دي كشفت ناس كتير قوي. برضه هنتكلم عن موضوع التحفيل عشان التحفيل برضه كتحفيل فانا قافل بابه من زمان قوي عشان انتوا مش ساكتين. هتكلم عن كل حاجه، بس يا ريت قبل ما نبدا لو انت مش عامل سبسكرايب تنزل تعمل سبسكرايب دلوقتي وتحط لايك على الفيديو دوت. عايزين فيديو يوصل اكبر عدد من اللايكات، ويلا بينا خلينا نبدا نتكلم عن ضربه الجزاء، عشان ضربه الجزاء هي اللي كانت محور الماتش كله. ان في كذا حد عمال يقول لك ظلم مش ظلم، معلش. بس هو فين الظلم؟ هو اللاعب باين حمزه المسوسي داس على رجل اكرم توفيق، فالكوره كانت في الملعب. معنى ان الكوره في الملعب وحصل عرقله في الملعب ان هيتواجب عليه احتساب خطا. ولو الكوره الدخل اللي هو دخلها على رجل اللاعب ديت تستوجب انذار او طرد، ده اللي هيحصل. كلام سليم. فين بقى ان الكوره تكون ظلم؟ الكوره لو بره الملعب ممكن، لو الكوره خطر بس الكوره بره الملعب ودخل على رجله ممكن يطرده، بس الكوره خلاص مش تحسب ضربه جزاء لان الكوره بره الملعب، اللعب وقف. لكن اللعب شغال، الكوره في الملعب، الكوره راحت في ايد محمد عواد، فاصبح ان اللعب لسه مستمر، فانت عرقلت اكرم توفيق في منطقه الجزاء، فالواجب عليك احتساب ضربه جزاء بس. فين بقى الغلط؟ فين الظلم؟ انا مش فاهم. فين بقى ان مش عارف تركي الشيخ دافع ايه كلام، ايه كلام غريب، كلام بجد ده خلاك تثبت وفعلا ادلل ان في ناس كتير جدا جدا ميح كوره. خلينا نتكلم عن سكواد النادي الاهلي واللي احنا كنا خايفين من النادي الاهلي، لان الاهلي كان داخل بمعنويات مرتفعه، لان الزمالك مش في افضل حالاته والكلام ده كله، وفي الاخر ده فعلا كنا خايفين ان هو يجي على دماغنا وجا على دماغنا. تعال نتكلم عن لاعب نبدا بالشناوي، الكارثه اللي موجوده في الفريق. الشناوي اللي من فتره كبيره اقسم بآيات الله انا بطالب ان يكون في عدل عشان ربنا ما يرضاش بالظلم، وان شوبير هو اللي يكون الحارس الاساسي. عايز اقول للشناوي حاجه برضو، اقول لكم كلكم يعني اكيد كلنا احنا عارفين والمشاعر ما بتتبدلش، ان مش عشان خاطر عملت انت كذا مثلا لقطه او كذا انجاز معانا هتفضل عايش عليه العمر كله. انا كالوضعي او انا كحالي كجمهور انا عايز بطولات، معلش. انا مش بشجع الفريق عشان خاطر اخسر، فانت لو هتكون سبب للخساره بتاعتي فخلاص في غنى عنك. انت ليه في غنى عنك يا عم؟ انا هستفيد منك بايه طول ما انا بخسر بسببك؟ هو ده اللي انا عايز اوصله له. مش عملت معاه كذا حاجه خلاص تفضل عايش على العمر كله تقف اساسي؟ مش فاهم فكره برضو ان شوبير ما يلعبش عليك ديت، رغم ان انا حاليا مستوى شوبير اعلى منك. يعني معلش في احترامي فرق السن وانت الكابتن وبتاع، بس مستوى شوبير اعلى منك، فانا ليه ما لعبش مصطفى شوبير؟ هنيجي نتكلم كبرضه ككابتن، وساعه الفاينل قعد على الدكه بالعافيه وبتاع، وكله قال لك ده الشناوي قاعد لشوبير، الحوار ده كله كان هجص. هو قاعد بس عشان خاطر اللي كان عامله شوبير على مدار البطوله ما يسمحش ان شوبير ما يلعبش الفاينل. لكن لو كان الماتشات عاديه كانت عادي تلاقي الشناوي بيرفض ان هو يقعد دكه. طب ليه؟ هو انت عشان الكابتن خلاص يا عم؟ طب هاجي اضرب لك مثال عماد متعب. تمام، عماد متعب اللي هو يعني معلش كانجازات وكتاريخ، انت يعني عماد متعب شويه كان بيقعد دكه لعمرو جمال. يعني عمرو جمال كان عماد متعب بيقعد له دكه. بص عمرو جمال كان طالع ما كملش، حتى مصطفى شوبير بقى له كتير في الاهلي، يعني طالع بقى له كتير مش صعب بقى له كتير. عمرو جمال كان طالع بقى له سيزون او حاجه زي كده، كان عماد متعب بيقعد له. طب دي لو احنا بنتكلم ان خلاص شوبير ما بيقعدش ما بيلعبش عشان خاطر كابتن الفريق ما ينفعش يبقى قاعد وهو مش راضي وبتاع، يبقى كده المبادئ اتغيرت، كده المبادئ اتجزأت، يبقى كده في حاجه غلط. يبقى كده احنا لازم نراجع كل القرارات اللي احنا واخدينها، عشان الظلم الزياده هيفضل يعمل في كذا بقى. طول ما احنا عايشين في ظلم ونظلم ده ونظلم في ده هتلاقي من ده كتير. تمام، تعال نتكلم عن خط الدفاع. رامي ربيعه انا ما اقدرش اشيله حاجه، عشان رامي ربيعه اصلا بقاله فتره انا مستغرب من المستوى رامي ربيعه عامله، ورامي ربيعه كان عامل ماتش ما اثرش فيه بحاجه. هتكلم في نقطه ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم برضو كان سبب من ضمن الاسباب الجون، زي الشناوي اللي ساعتها برضو الجون دخل ما رضيش يفرد ايده. الكابتن الكابتن اللي ما بيرضاش يفرد ايده على الكوره، الكابتن اللي مش اول مره يحصل منه. انا زهقت مش هم خلاص. نتكلم عن ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم كان ساعه كاس العالم للانديه، ياسر ابراهيم كان عامل فورمه بالفورم، مش فورمه جسم، فورم الكوره، يعني كان واصل
لحاجه يعني مستوى كويس جدا. فمن بعد ياسر ابراهيم بعد الاصابه، الاصابه بتاخر مستوى الواحد. فانا لغايه ما ياسر ابراهيم هرجعه الفورمه بتاعته ديت هياخد وقت. ياسر ابراهيم ما رجعش، فانا ما كنتش هجازف. وكان ناس كتير بتقول لك لو اشرف داري جاهز، لا هيبقى اشرف داري. انت ما اشرف داري معاك كان في تقسيمات بتحصل في الفريق كل دوت، اي نعم ما جربتوش في ماتش، بس انا ما اخدش ريسك على لاعب كذا مره خرجت كرة قبل كده. ساعه ماتش الوداد ياسر ابراهيم كان متسبب في ان كرة تدخل فينا. انا مش بجيب اللوم عليه، وياسر لاعب كويس، بس الامكانيات كل مدى بتتحكم على حسب المباريات اللي بتلعبها، على حسب انت كنت قاعد بالك قد ايه، انت في الفورم ولا لا. فكل ده كذا حد قال لك ان ياسر ابراهيم اوت اوف فورمه، فخلاص انت هتجيب تنزل تلاعب باشرف داري. ما كانش في حل غير كده. لقيت ان هو بيلعب باسر ابراهيم ماشي. ياسر ابراهيم اتخطف بكره من ناصر منسي، تمركز مدافع يعني معلش في الكلمه دايخ. اللي انا اكون واقف واستنى الكره اللي تجيلي وانا مدافع، المفروض انا اللي بقطع القريبه وانا اللي بشتت الكره، فما يكونش جاي لي ناصر منسي من ظهري يقطم قدامي وياخد الكره ويحطها وانا واقف. ما ده برده سرحان. كذا حاجه حصلت في الدفاع. محمد هاني اللي اتصاب ونزل ما قدرناش نحكم عليه، فنزل مكانه عمر كمال اللي ما عملش ماتش زي ما انا كنت متوقعه. الملعب كان مقفل. يحيى عطية الله الكره دخل منها جول. التشتيت بتاع يحيى عطية الله، عمال بيطلع الكره بكعب رجله، في رعونه، في استهتار. الف ب كوره لما كنا بنلعب كوره، الف ب كوره لو انت مزنوق اقصى حاجه او اضعف ايمانك في تشتيت الكوره، عشان لو انت كمان مش هتعرف تطلع الكوره في نص الملعب او تبعدها عن المرمى بتاعك، اضعف الايمان بتحط الكره في الاوت. الف ب كوره. لكن انا بقى واضح من رعونتي اللي انا بلعب كره بالكعب، فتردت عليا راحت تمركز خطا من ياسر مع عدم سلكان ولا ما عارف اسمها ايه اقول له ايه، يعني تعبت منه مش عايز اجيب سيرته تاني. التخاذل مش شناوي، تمشي تخاذل حلوه دي يدخل فينا جون، فالدنيا رايحه. اكرم توفيق عمل ماتش كويس. مروان عطيه اللي كان شايل الفريق، وخروج مروان عطيه اللي كان انا مستغربه، يعني انت بتخرج مروان عطيه بأمارتي. معلش على الكلام انا منفعل، فكذا حاجه عايز اقولها، فمعلش يعني انا عايز في جوه كابت ومش عايز الفيديو يبقى طويل فبتكلم بسرعه. مروان عطيه انت خرجته ليه؟ انا ما اعرفش. مروان عطيه كان شايل لك الفريق. وعن امام عاشور، امام عاشور اللي احنا ممكن نقول خلاص بقى يسيب موضوع كره القدم ده ويخليه بقى ان هو ايه حلاق، يخليه موديل عند اسمه اسلام مش عارف ايه بتاع البدل ده. والله انا حاسس اسلام بتاع البدل ده هو اللي بوظ السكواد. امام عاشور اللي اول ما جه النادي الاهلي لقى ان في دعم من جماهير النادي الاهلي، خلاص احنا كنا واقفين في ظهرك عشان انت كان عليك حمله كبيره لانك جاي من المنافس بتاعنا، وجماهير نادي الزمالك مش هتكون ساكته طبعا وبتاع وبيع مبادئ فاحنا كنا واقفين في ظهرك. بس الموضوع كله مش ان انا اروح اغني مع الجمهور. احنا كجمهور النادي الاهلي لو انت هتيجي تغني معانا وبتاع احنا هنكون حابين ده، لان بنحب اللاعب اللي هو قريب من الجمهور، اللاعب اللي هيهتم بالجمهور. مش هيبقى قريب مننا، فاهم؟ اللي هو فاكر اصلا ان في جمهور، زي مش واحد ساعه ماتش الاستاد برج العرب لما احتفال الدوري خد اللعيبه ودخل وما قدرش الجمهور، الكابيتانو بتاع الاهلي مش هنتكلم مش هجيب اسمه. فكجمهور النادي الاهلي هكون حابب ده. لكن برضه في نفس الوقت لو انت مش بتفيدني في الملعب، انا كاول واحد اول واحد هكون ضدك لو انت مش بتفيدني في الملعب. انت ككوره بقالك فتره مستواك مش مستوى امام عاشور اللي احنا متعودين عليه. كلنا عارفين امكانيات امام عاشور. امام عاشور من اتقل اللعيبه في افريقيا في مركزه. لكن موضوع ان انا اكون خارج مستوايا والكلام ده كله، مره ورا الثانيه انا هبتدي اهاجمك. ان انت تكون مش مجهز للماتش، تركيزك مش في الماتش. شفت انت دونجا باين خبطك خبطتين، شغل بينك وبينه خرجك من الماتش. يعني انت باين خناقات دايره خناقات بينك وبين دونجا. انا على المستوى الشخصي ما بحبش دونجا، معلش انا بحريه شخصيه انا ما بحبوش. فخلاص هو باين قوي ان في حوارات وفي تاتش بينك وبينه من ساعه ما قال تيشيرت طارق حامد ورقم 8، بغض النظر ان طارق كان بيلبس رقم 3. ففي تاتش، فما تخلوش خرجك من الماتش. انت بقتش بتلعب، انت كل همك تتخانق معاه وهو يخبطك. فيا ريت برضه يكون في وقفه الموضوع ده، ويا ريت في حد يكون مكلف في امام عاشور بضغط على امام عاشور كتدريبات او كل حاجه، لان احنا عايزين نشوف مستوى امام عاشور. لان المستوى ده لو فضل عليه والرعونه والتراخي ده فيما بعد امام عاشور هيبقى زي اي حد يعني. اما عن بيرسي تاو، لو هتشاهد واحد ما يعرفش ان بيرسي تاو دوت اصلا واخد احسن لاعب في القاره وتقول له عارف اللي بيلعب ده واخد افضل لاعب في القاره، يقول لك مستحيل. مستحيل المستوى ده يكون هو واخد احسن لاعب في القاره، مستحيل. انا مش فاهم ايه اللي حاصل، انا مش فاهم. هل دي
تراخي من الاداره؟ هل في حاجه غريبه في السكواد؟ هل كولر خرف او مخرف مش عارف ايه؟ مش فاهم. اما عن حسين الشحات فانا مش هحكم على حسين الشحات، لان جبهه حسين الشحات كان تقيله، وان اللعب ما كانش يبقى على جبهه حسين الشحات، لان الجبهه بتاعت حسين الشحات بيقابلها في الزمالك زيزو وعمر جابر، فالجبهه بتاعت الزمالك تقيله، فان الكره ما كانتش بتكون مايله ناحيته. وما اقدرش برضه احكم على اسامه ابو علي واقول ده فيه عليه، لان انا ما شفتش اسامه ابو علي بيجي له كور، ما شفتش اي حاجه تخليني احكم اقول اداء اسامه ابو علي. بقول لك ما كانش فيه كوره. تعال نتكلم بقى عن الاداره والصفقات. انا ما فيش صفقات عندي اتعملت، رغم ان انا مشيت احمد عبد القادر، كان واحد من ضمن الناس اللي قادره تنزل تفك لك الملعب اللي كان متكتل دوت، وان انت ما عندكش بديل ينزل يعمل حلول. عبد القادر اول واحد لو كان موجود كان هينزل يصنع لك فارق، لان واحد على واحد، وان الكره في رجله كفيل ان هو يخرجك من الضغط، كفيل ان هو ممكن يرقص لاعب واثنين، يفضي مساحه للي جنبه، كفيل ان هو يعمل كذا حاجه. انت خرجت عبد القادر وما جبتش بديل ليه. تاني صفقه انت ما عودتش عنها هي صفقه اليو ديانج. اليو ديانج لو كان موجود ما كانش ده يبقى شكل نص ملعبك خالص. احنا كنا شايفين ان اللعب كان متكدس في منطقه نص الملعب، نص الملعب هو المحور اللي قايم عليه الماتش كله، واللي كان فيه شغل كتير وكان فيه كوره كتير. حتى لو تلاحظ من كتر ده اكرم توفيق والضغط اللي كان عليه والمجهود اللي هو كان عامله، اللي هو شعر باصابه في اخر الماتش، بس الحمد لله يعني ان هو كمل، قدر يعني يقف على رجله. لو كان اليو ديانج كان موجود، اول حاجه كان الضغط بتاعت نص الملعب دي كان قادر ان هو يفكها لك، ان هو بيمتاز بكذا حاجه من ضمنها ان هو بياخد الكره بيدخل في العمق. شفنا الكره دي عملها قبل كده ساعه الجونين اللي جابهم في الزمالك في الماتش دوت، عمل الكره دي كذا مره، بيمتاز ان هو بيدخل بالعمق، بيقدر يفك لك الضغط اللي عليك، يسحب الفريق. كرات الطوليه اللي بيلعبها، القطع الكوره، كذا حاجه. هو لو كان موجود، لو كان موجود اليو ديانج كانش نص ملعب يبقى كده. انت ما عوضتش مكان اليو ديانج، كان كل همك بين رمضان، وبين رمضان ما عرفتش تجيبه، فبالتالي ما كانش عندك بلان بي غير بين رمضان، فما جبتش حد وما عوضتش مكان اليو ديانج. يعني اللي انت بمعنى صح كده استغفر عظيم رب ولا رحمته ولا ساب رحمه ربنا تنزل. وفي الاخر كلنا عارفين اللي مش هيدي الكوره مش تديله. الزمالك يستحق ان هو يكسب، يستحق ان هو يكسب. الزمالك كان احسن منك في الماتش، انت طول الماتش انت ما جيتش، انت ما عملتش حاجه، وده اللي خلاه يرجع للماتش. هو كسب ضربات جزاء، ما هي ضربات حظ، بس برضه رجع للماتش عشان يستحق ان هو يكون بطل السوبر، لان انت في الماتش ما عملتش حاجه. الزمالك كان احسن بكتير منك. انا بتمنى بقى اللي يحصل يكون في وقفه من مجلس الاداره، ويكون في حل اللي بيحصل ده والعك، عشان الماتش دوت اثبت لك ان في حاجات كتير محتاجه تتغير. كولر قال لك طب مش طبيعي ان احنا ناخد كل البطولات اللي الجمهور عايزها؟ ماشي، بس اخسر وانا بلعب، عشان طول ما في اداء فني تحت طبيعي الجمهور هينتقدك. وبس كده، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.